عودة للزمن الجميل بالنادي الأهلي، ولكن هو مش بعيد قوي، زمن قريب جدا. نجم النادي الأهلي وهدافه الكابتن أحمد كشري منورنا هنا في اسكندرية، وموجود في ملعب بابور المية. هو طبعا المدير الفني لفريق جابكو، واللي هو وصل لنهائي دوري الشركات. بنرحب بك معانا، ومساء الأنوار، والكابتن مدحت شلبي. مساء الانوار، وبمسي على الكابتن مدحت حبيبي. وحشتنا أهدافك. ربنا يخليه، خلاص بقى ناخد زماننا وزمن غيرنا. تابعت مباراة الأهلي وإنبي؟ طبعا تابعت المباراه. كنت موافق على عودة السوبر أو لعب السوبر؟ والله يعني انا موافق على عوده الحياه الرياضيه، يعني دي اهم حاجه يعني بصراحه. يعني الناس لازم تفهم برضو ان في ناس اكل عيشها الرياضه، مش الكوره بس. ما الكوره لو رجعت الحياه الرياضيه في مصر كلها ترجع. فلازم يعني الناس كلها تتكاتف ان الرياضه ترجع، لان الرياضه دي في ناس دول بتتقاس يعني تقدمها وازدهارا من خلال الرياضه، زي البلاد اللي طلعت وبقت يعني معروفه جدا عالميا. احنا ما ينفعش ان احنا عندنا مصر والحضاره والامان والامن بتاعنا نيجي النهارده نقعد الرياضه سنه، بقالنا سنه ونص دلوقتي. ما ينفعش. طبعا كنت مع العوده ان هي ترجع، وطبعا الشهداء دي حاجه يعني احنا كلنا متاثرين، وكلنا نفسنا نسمع يعني اللي عمل حاجه خطا ياخد جزاؤه. بس خلاص الموضوع بقى للقضاء. انا فعلا مستغرب يعني جمهور الاهلي ده هو كان الدرع اللي حامي لينا في اي مكان لما كنا بنروح نلعب مباريات خارجيه. يعني اللي كان بيدينا الطمانينه والامان ان احنا نشوف جمهور النادي الاهلي مالي الملعب او بيستقبلنا. فطبعا لا، انا حزين جدا اللي بيحصل ده. والالتراس حاجه يعني جميله، مشجعين ولاد جمال وبيشجعوا بطريقه جميله منظمه وبتاع، ولكن التدخل في الرياضه ما ينفعش. يعني انت راجل مكانك في المدرج وبتشجع وبتحب فرقتك، جاي عشان فرقتك تكسب. النهارده بقت الامور لا، ده الدوري يلعب ما يتلعبش، لا ده مش هنخش الملعب، مش هنخش، مش بتاعتك. مباراة الأهلي والزمالك في بطولة أفريقيا، رغم ان الزمالك مش منافس، ولكن ستظل مباريات الاهلي والزمالك مباريات قمه. ذكريات الكابتن احمد كشري مع مباريات القمه، وشاف المباراه دي هتكون ازاي؟ لا طبعا هي هتبقى مباراه قمه لو بتتلعب في صاله صغيره، لان معروف ان الاهلي والزمالك يعني دايما ند لبعضهم، ويعني الفريقين الكبار على مستوى الشرق الاوسط يعتبر. فطبعا هتبقى مباراه كويسه، ومباراه الناس على الاقل لو انت مش هتتابعها، الناس مش هنحس بالجمهور في الاستاد، بس انت الدنيا هتبقى سخنه بره يعني على في البيوت وفي الكافيهات وفي الشوارع. فلا هتبقى مباراه كويسه، خاصه ان الزمالك مش عايز منها حاجه، بس الاهلي برضو عايز ياكد موقفه في كاول يعني المجموعه. فالنادي الاهلي محتاج المباراه، وهتبقى مباراه قويه ليها ذكريات جميله. انا يعني احسن دوري للنادي الاهلي في تاريخه، او اقوى دوري للنادي الاهلي ايام ما كان فريق الزمالك يلقب بفريق الاحلام، واحنا كنا مجموعه لاعبين كبار جدا في النادي الاهلي، وكان الزمالك فارق عننا ب 13 بونت، وخدنا البطوله فارقين على الزمالك تقريبا 4 بونت، وكنت انا واحد من ضمن اللاعبين اللي كسبنا البطوله دي. فكانت مش عايز اقول لك كان الاحساس ايه، فعلا كل اهلاوي في مصر نزل الشارع، لدرجه ان انا على بعد مثلا كده 500 متر او كيلو ما كنتش بشوف الارض. سجلت في لقاءات القمه؟ والله لا، انا كل ما كنت اقوم في لقاء، يعني لو انت مباراه الاهلي والزمالك اللي هي كانت 2-0 اللي جاب الجون حسام حسن وفيليكس، انا قمت اسخن وكان النتيجه 0-0. كل ما يقولوا يجري سخن، راح حسام جايب جون، قالوا لي ارجع كشري شويه، وراح قال لي ايه هولمان، قال لي قوم سخن، قمت سخنت، رحنا جايبين التاني. اللعيبه قالوا لي لا والنبي هو فرج جون، خلينا نكسب الماتش. لا طبعا ما سجلتش مع الاهلي في الزمالك، لكن سجلت مع النادي المصري في الزمالك، سجلت معاهم وهدف، وكان هدف يعني هدف عزيز عليا والناس كلها تذكره، لان انا يعني عديت من مدافعين الزمالك كلهم ورقصت عبد المنصف على خط الجون ودخلت بالكره الجون. يعني عشان عبد المنصف ما تزعلش مني. لا ده حبيبي، لا حبيبي. فيعني من الاهداف الجميله اللي انا اتذكرها دوره الشركات بتاعت اسكندريه، دوره جميله وبتجمع نجوم وبتاع. ويمكن انا مع فرقه، الفرقه بتاعتنا فرقه جابكو، اول مره توصل، اول مره تشارك في بطوله الجمهوريه نوصل للنهائي. دي حاجه يعني انجاز ليهم الحمد لله. زائد ان الفرقه بتاعتنا دي احنا واخدين بطوله قطاع البترول، ودي برضه اول مره في تاريخ الشركه انا ماسكهم السنه دي. فالحمد لله، وعندي مجموعه لاعبين، يعني ان شاء الله يعني المباراه النهائيه هتبقى مباراه قويه، لان ده باذن الله. ومساء الانوار على كابتن مدحت وكل مشاهدين المودر.